بن جمال، رأيت أنك عندما تعطي الكلمة لكل دولة تقول أعطيها الكلمة، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تقول وأقتبس عنك أن الرئاسة أو الرئيس يعطي الكلمة. فلا أفهم ما السبب وراء ذلك، علك تنبئني لما هذه التفرقة بين إسرائيل وأي عضو آخر يمثل أمام هذا المجلس؟ قالها صاغرا ممثل تل أبيب في مجلس الأمن يجبر الجزائري عمار على إعطاء الكلمة لإسرائيل مع ذكر اسمها. أجبر ممثل إسرائيل في مجلس الأمن رئيس المجلس الجزائري عمار بن جامع على ذكر اسم إسرائيل أثناء إعطائه الكلمة للممثل الإسرائيلي، بعد أن تجاهل بن جامع ذكر اسم الدولة عند تسليم الكلمة لمندوب تل أبيب. وعاتب ممثل إسرائيل عمار في مداخلة حادة قائلا: أريد أن أعرف سبب التفرقة. على مدار شهر منذ أن ترأست المجلس لاحظت شيئا اعتقدت أنه خطأ، لكن تبين لي أنه ليس خطأ وإنما هو شيء متعمد، وبالتالي ينبغي عليك أن تنحي مشاعرك الشخصية جانبا عندما تترأس المجلس. لكن إصرار ممثل إسرائيل دفعه في النهاية إلى الرضوخ والنطق بالعبارة المطلوبة، مما وضعه في موقف محرج اعتبره البعض مدلا، خاصة بالنظر إلى المواقف المتشددة التي تعلنها الجزائر ضد إسرائيل في المحافل الدولية. وكانت كلمات ممثل إسرائيل بمثابة إنذار قوي لرئيس المجلس الجزائري الذي وجد نفسه مضطرا إلى الانصياع لمطلب المندوب الإسرائيلي، وبصوت يعكس إجباره على التصرف وفق البروتوكولات الدبلوماسية قال عمار بن جامع: نحن نرأس هذا المجلس، ورئاسة هذا المجلس تعطي الكلمة لممثل إسرائيل. رئيس مجلس الأمن يعطي الكلمة الآن إلى ممثل إسرائيل. مستر بن جمال بفوري. سعادة السيد بن جمال، رأيت أنك عندما تعطي الكلمة لكل دولة تقول أعطيها الكلمة، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تقول وأقتبس عنك أن الرئاسة أو الرئيس يعطي الكلمة. فلا أفهم ما السبب وراء ذلك، علك تنبئني لما هذه التفرقة بين إسرائيل وأي عضو آخر يمثل أمام هذا المجلس؟ Did you finish your statement? No, I haven't started. هل أنهيت بيانك؟ كلا، لم أبدأ. وددت أن أستفهم سبب التفرقة عندما تعطيني الكلمة. فعلى مدار الشهر إذ رأست المجلس لاحظت شيئا اعتقدت أنه خطأ، ولكن تبين لي أنه ليس خطأ، فهذا شكل متعمد. فكرئيس المجلس عليك ينبغي أن تنحي مشاعرك الشخصية أو آرائك الشخصية جانبا عندما تترأس المجلس. الرئيس، نترأس هذا المجلس، والرئاسة لهذا المجلس، رئاسة هذا المجلس تعطي الكلمة لممثل إسرائيل. تفضل لك الكلمة. وتأتي هذه الواقعة بعد أيام على جلوس ممثل الجزائر إلى جانب ممثل إسرائيل، حيث قام الممثل الجزائري الذي يرأس المجلس بتقديم نظيره الإسرائيلي وشكره على كلمته، مما أثار جدلا واسعا حول السياسة الجزائرية في مجلس الأمن. وتفضح المواقف الصبيانية الجزائرية حقيقة التوجهات الفعلية لنظام العسكر تجاه القضية الفلسطينية وإسرائيل، ما أثار غضب عقلاء الجزائر الذين وصفوا سلوك عمار بالتمظهر الواضح لنفاق النظام العسكري الحاكم في الجزائر وكذب إعلامه. وقد أثار هذا الموقف تساؤلات حول الجهل بالبروتوكولات الدبلوماسية لدى الوفد الجزائري، حيث تعد الالتزام بالقواعد الرسمية أمرا ضروريا بغض النظر عن المواقف السياسية والآراء الشخصية، لا سيما داخل مجلس الأمن الذي تحكمه تقاليد صارمة. هذا وعلى الرغم من أن الجزائر تتخذ موقفا عدائيا معلنا تجاه إسرائيل وتعتبرها كيانا صهيونيا محتلا، إلا أن هذا الموقف في مجلس الأمن أظهر تناقضا بين التصريحات الرسمية والتصرفات الفعلية داخل الأروقة الدولية. الرئاسة، رئاسة مجلس الأمن
تشكر ممثل إسرائيل على البيان.